سادتي سيداتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها بالعناوين. انعقاد الاجتماع الثلاثي الأول للجنة وزراء خارجية إريتريا ومصر والصومال في القاهرة. جمعية الأطباء تعقد مؤتمرها السادس والعشرين في العاصمة أسمرة. دعوة لتعزيز تعليم الكبار في مدينة صنعاء. إيران تجري مناورات حربية في مواجهة التوترات مع إسرائيل وعودة ترامب. الجيش الفنزويلي يدين العقوبات الأمريكية والأوروبية الجديدة ضد بلاده. وصندوق النقد والأمم المتحدة يتوقعان استقرار نمو الاقتصاد العالمي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. شهدت العاصمة المصرية القاهرة الاجتماع الثلاثي الأول للجنة وزراء خارجية إريتريا ومصر والصومال في 11 من يناير الجاري. وناقش وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح ووزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي ووزير الخارجية الصومالي أحمد معلم سبل تعزيز التعاون الإقليمي والسلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي. يذكر أنه عقب القمة الثلاثية التي شهدتها العاصمة أسمرة في 10 من أكتوبر من العام الماضي بين زعماء البلدان الثلاث الرئيس سياس أفورقي وعبد الفتاح السيسي وحسن شيخ محمود، صدر بيان مشترك إذ تم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة على مستوى وزراء الخارجية لإجراء اتصالات منتظمة بهدف تطوير وتعميق العلاقات وتعزيز المشاورات السياسية حول القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الجيوسياسية ذات الاهتمام المشترك. وعلى هامش القمة الوزارية الثلاثية التقى وزير الخارجية عثمان صالح بنظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي في نفس اليوم لبحث تعزيز العلاقات في مجالات التنمية الاقتصادية والتعاون الثنائي. عقدت جمعية الأطباء الإريترية مؤتمرها السنوي السادس والعشرين يوم أمس 11 من يناير الجاري في فندق أسمرة بالاس. وأوضح رئيس الجمعية البروفيسور نجاسي لآكي في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها، أوضح أن الأبحاث والدراسات المتعلقة بالصحة والسلامة العامة التي يقدمها الأطباء والخبراء سنويا في مؤتمر جمعية الأطباء الإريتريين تسهم في تطور تقديم الخدمات والحفاظ على السلامة العامة في المجال الطبي. وأكد البروفيسور نجاسي أن الجمعية تدعم الخبراء الذين يقومون بالأبحاث والدراسات الصحية، مع العلم أنه لم تعقد مؤتمرات مماثلة تخص المجال الصحي منذ وقت طويل. وقدم المختصون في المؤتمر 9 أعمال بحثية وأوراق عمل تحت عنوان خفض وفيات الأمهات وقدرة تحمل الإنسان للدواء وأسباب الأوبئة المعوية ومعرفة أصحاب المواشي عن الأوبئة التي تنتقل إلى الإنسان من المواشي وتحمل مرض الملاريا ومواضيع أخرى ذات الصلة. وتشاور المشاركون في الختام حول توسيع أنشطة الجمعية ودورها في رفع الإمكانيات وقدرات الأعضاء، وكذلك تأسيس لجنة أبحاث ودراسات وفتح موقع إلكتروني وتطبيق صحي ومواضيع مهمة ذات صلة. وتضم الجمعية التي تأسست منذ 30 عاما أكثر من 200 مهني من الأعضاء. يتم إصلاح الحواجز المائية التي خربتها سيول في موسم الخريف بضاحيتي متك الأبيت وشبح بمساعدة الآليات. وقال السكان لوكالة الأنباء الإريترية أن المنطقة يتم تنميتها بالحواجز المائية، وأن دخلهم يتأثر سلبا عندما تنهار هذه الحواجز بسبب الفيضانات، موضحين أن الدعم الآلي الذي قدمته الحكومة ساهم بشكل كبير في هذا العمل. وحث خبير تنمية المحاصيل في مكتب الزراعة مديرية قندع السيد مبارك أبرار المزارعين على المراقبة وتوفير المعلومات في الوقت المناسب للوقاية من الآفات التي تسببها الأعشاب الضارة، مشيرا إلى أن أهمية العمل الذي يتم إنجازه في إثراء الدخل الزراعي.
قدمت دعوة لمدراء الضواحي من أجل أن يبذلوا جهودا حثيثة لضمان تحقيق برنامج تعليم الكبار هدفه في مديرية صنعفة. قال المشرف على تعليم الكبار في مديرية صنعفة الأستاذ كيدان مريم نقوسي في التقييم المنعقد في 6 يناير إنه تم في عام 2004 تقديم برامج تعليم الكبار ل 495 مواطنا في 16 قرية ب3 إدارات ضواحي في منطقة المنحدرات الشرقية. ودعا مدراء الضواحي للقيام بأعمال إرشادية وتحفيزية لعودة الطلاب الذين تركوا مقاعد الدراسة دون أسباب إلى مائدة التعليم. وقال إن البرنامج حقق نتائج مشجعة خلال السنوات الأخيرة، حاثا الجهات المعنية على العمل المشترك بهدف خلق فرص تعليمية للمواطنين في المناطق النائية. وذكر القائم بأعمال رئيس وحدة الخدمات الاجتماعية للشباب جرماي جبرهيوت أن القضاء على الأمية هو أحد عناصر تنمية المجتمع. من جانبهم دعا المشاركون إلى تجمع القرى وإجراء حملات مكثفة لتعزيز برنامج محو الأمية، لأن الموقع غير الملائم للمنحدرات الشرقية يؤثر سلبا على برنامج محو الأمية. دشن في 8 يناير مكتب في منطقة حوسيت ومدرسة في منطقة مادة بمديرية جندع قام ببنائه المواطنين في إطار الجهود الجارية لتوسيع مؤسسات الخدمات الاجتماعية. وقال مدير إدارة ضاحية حوسيت السيد عثمان عمر في المناسبة التي حضرتها حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهام، قال إن المكتب والمدرسة سيساهمان في تخفيف النقص المؤثر على المؤسسات التعليمية. من جانبه أشاد مدير مديرية جندع السيد عمر يحيى ببرامج التنمية التي يتم تنفيذها بمشاركة الأهالي بشكل عام وأنشطة الخدمات الاجتماعية بشكل خاص، مذكرا بأنه ينبغي الدفع بها بشكل منظم في المستقبل. من جانبهم أكد الأعيان بأنهم سينشطون أكثر في توسيع الموجود وسد النواقص. في هذه الأثناء عقدت حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة اجتماعا مع أهالي عدرس بشكل عام ومنمي البساتين بشكل خاص. وقال مراسل وكالة الأنباء الإرترية أن الاجتماع ركز على تعزيز مشاركة المرأة في التعليم وطرق تعزيز الإنتاج التي يجب أن يتبعها أصحاب البساتين. تعهد أعضاء الجمعية التعاونية للدفعة الأولى من الخدمة الوطنية بمواصلة حملتهم للتبرع بالدم بشكل منظم في عام 2025، وقد أدلوا بهذه التصريحات خلال تبرعهم الجماعي بالدم للمرة 7 من 12 من يناير الجاري. وقال رئيس الجمعية السيد جمال صالح أن أعداد المتبرعين بالدم في تزايد بفضل الحملات المتواصلة. وشهدت مسؤولة خدمات التبرع بالدم في بنك الدم الوطني الممرضة عقبة يوهنس بالمبادرة التي اتخذها أعضاء الجمعية التعاونية للدفعة الأولى من الخدمة الوطنية، وحثت الجمعيات والمؤسسات الأخرى على اتباع هذه الممارسة المقدسة والتبرع بالدم بانتظام. وقال المتبرعون بالدم لوكالة الأنباء الإرترية إيرينا إنه لا يوجد مكافأة أعظم من رؤية الأرواح التي يتم إنقاذها من خلال التبرع بالدم الذي يمكن تعويضه. تخرج 183 طالبا وموظفا تم تدريبهم من قبل الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إرتريا فرع ساوى ومؤسسة التعليم العالي في كلية ماينفح للعلوم لمدة 3 أشهر في 10 يناير. وقال الشاب رمضان محمد نور مسؤول مكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالكلية إنه وخلال هذا التدريب الذي أقيم بالتوازي مع التحصيل الأكاديمي تم تدريب 73 في مجال تحرير الأفلام و37 في لغة الإشارة و28 في اللغة العربية و22 في الأدب و23 في تركيب الأطباق اللاقطة. وقال إن 967 طالبا و56 عضوا من هيئة التدريس بالكلية تلقوا تدريبا مهنيا خلال السنوات ال4 الماضية.
وأكد عميد كلية العلوم البروفيسور جابري أسكودوم أن التدريب المهني له مساهمة كبيرة في بناء المواطن. وحث الشاب ميرون أبراهام مسؤول وحدة المشاريع في الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا فرع ومؤسسات التعليم العالي المتدربين على نقل التدريب إلى أقرانهم والمجتمعات المحلية. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم والأنباء العالمية. ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران بدأت في إجراء مناورات الدفاع الجوي في وقت تستعد فيه لمزيد من المواجهات مع إسرائيل والولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وتأتي هذه المناورات الحربية بينما يواجه القادة الإيرانيون خطر إمكانية سماح ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواجهة المواقع النووية الإيرانية، فضلا عن تشديد العقوبات الأمريكية على قطاع النفط في إيران من خلال سياسة الضغوط القصوى. وقال التلفزيون الرسمي الإيراني في هذه المناورات: ستتدرب الأنظمة الدفاعية على درء التهديدات الجوية والصاروخية وتهديدات الحرب الإلكترونية في ظروف تشبه ساحة المعركة الحقيقية، وذلك لحماية سماء البلاد والمناطق الحساسة والحيوية. وقالت وسائل إعلام رسمية أن المناورات تأتي في إطار تدريبات تستمر شهرين، وتضمنت بالفعل مناورات دافعت فيها قوات الحرس الثوري عن منشآت نووية رئيسية في نطنز ضد هجمات وهمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. أعرب الجيش الفنزويلي عن إدانته للعقوبات اليائسة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا على كبار المسؤولين في البلاد عقب تنصيب نيكولاس مادورو رئيسا لولاية ثالثة. وقال القائد الاستراتيجي العملياتي للقوات المسلحة ديمينغو هرنانديز لريس في بيان أن القوات المسلحة الوطنية تعرب عن رفضها القاطع للعقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية إلى جانب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ضد 11 مسؤولا في الدولة الفنزويلية بمن فيهم قائد الأركان ووزير الدفاع وأعضاء هيئة الأركان العليا. وأكد الجيش الفنزويلي أن مثل هذه المناورات الفظة لا تخيف جنوده، بل تعزز قناعاتهم بالكرامة والشرف وتؤجج نضالهم الثابت من أجل حرية وسيادة واستقلال الوطن. وأدى مادورو اليمين الدستوري لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات، فيما جددت كل من واشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي رفضها الاعتراف بمادورو رئيسا شرعيا. توقع صندوق النقد الدولي استقرار النمو الاقتصادي العالمي واستمرار تراجع التضخم عندما يصدر تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في 17 من يناير، وفق ما ذكرت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا. جاء ذلك بعد ساعات من إطلاق الأمم المتحدة تقاريرا توقعت في استقرار النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8% خلال العام الجاري دون تغيير عن العام السابق. ووفقا للتقرير فإنه رغم النمو المستمر من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أبطأ من متوسط 2010 حتى 2019 قبل جائحة كورونا البالغ 3.2%. في الخبر الأخير، أصدرت السلطات البرازيلية قرارا عاجلا بإعلان حالة الطوارئ في شواطئها بعد تفشي فيروس نوروفيروس المعروف أيضا بنورو، والذي يصيب الأمعاء والمعدة. ويعتقد أن الفيروس قد انتشر مؤخرا في الشواطئ بناء على نتائج التحاليل التي أجراها المختبر المرجعي في ولاية ساو باولو، والتي أكدت وجود إصابات. وأفادت الصحف البرازيلية بأن التحاليل التي أجريت على عينات من المرضى في بلدتي غواروغا وبلايا غراندي في ولاية ساو باولو أظهرت إصابات مؤكدة بالفيروس. وفي أعقاب ذلك
بدأ السلطات المدن السياحية في منطقة بايكساد سانتيستا الحضرية في تعزيز الخدمات الصحية. مشاهدينا، ختاما لنشرة هذا المساء إليكم أبرز العناوين. انعقاد الاجتماع الثلاثي الأول للجنة وزراء خارجية إريتريا ومصر والصومال في القاهرة. جمعية الأطباء تعقد مؤتمرها 26 في العاصمة أسمرة. دعوة لتعزيز تعليم الكبار في مديرية الصنعاء. إيران تجري مناورات حربية في مواجهة التوترات مع إسرائيل وعودة ترامب. الجيش الفنزويلي يدين العقوبات الأمريكية والأوروبية الجديدة ضد بلاده. وصندوق النقد والأمم المتحدة يتوقعان استقرار نمو الاقتصاد العالمي. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وياكم لنهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.